اهلا بيكم وحوار جديد النهارده من احدى البقاع السحريه. هنبتدي الحكايه، بس دايما بيبقى السؤال نبتدي منين الحكايه. حدوته ممكن تبقى طويله وليها سنوات طويله، بس لازم نبتدي من جديد ونبتدي تاني عشان نعرف الناس احنا مين. ان ابلكيشن في ايدك، ابلكيشن في ايدك حاجه محترمه جدا، ودايما اي مشروع بيبدا بالفكره. هنقول تفاصيل كتيره قوي في حدوته في ابلكيشن في ايدك، ونبداها الاول بالتعريف بابطال الحكايه. ابطال الحدوته معانا، نتعرف بيك. اهلا بيك، معاك محمد ابو شيتا، النائب مدير التنفيذي للابليكيشن والمسؤول عن الاوبريشن للابليكيشن. يعني حاجه كبيره قوي. يا باشا انت الاحسن. نادين، اهلا بحضرتك. نادين حواش مش كده؟ نادين سعد حواش. كملي بقى التايتل. انا البيزنس مانجر بتاع المشروع، يعني كل حاجه المفروض ان انا بتابعها، بشرف انها تمت وخلصت وبشوف مين ما عملش ايه وبوصل كل حاجه النقط. قريبه من الرقابه. يعني شويه بوصل، اهم حاجه ان انا اوصل كل الناس ببعض. انا نقطه اتصال بين كل التيمز اللي في الشركه. تمام، بدات اقلق منك. لا ليه؟ محمد، قول لنا بدانا من فين وازاي. والله بدأنا من فين، البدايات كانت 2019. قعدنا سنة كاملة كنا بنكتب وبنخطط احنا عايزين نوصل لفين بعد كل سنة. والبداية بصراحة كنا مش هنبدأ في العريش هنا، كنا هنبدأ في الشروق. وجات الفكره معايا انا وشركاتي ان احنا طب اهالينا في العريش محتاجه حاجه زي دي، ومحتاج ان احنا ندخل بيزنس جديد وشكل جديد جوه العريش. فقررنا وبدانا في 2020 الابليكيشن في شمال سيناء. مين اللي اختار الاسم في ايدك يا نادين؟ انا اعتقد ان هو مستر احمد فؤاد. اللي هو بدايه المشروع كانت معاه، والنهارده احنا كلنا شركاء. النهارده احنا يعني شركاء مع بعض كلنا عشان المشروع ده يبقى ناجح وقائم لحد دلوقتي من 5 سنين بعد التحديات الكبيره قوي اللي احنا واجهناها. فقررنا ان احنا نبقى شركاء عشان نستمر في المشروع ده ونستمر ان شاء الله في النجاح ده. كانت محتاجه ثقافه، كان محتاجين في الاول نتعب شويه عشان الجمهور يعرفنا احنا مين، مش كده؟ كان المفروض وتعبنا جدا في الاول علشان نغير ثقافه هنا في العريش، وان الناس تعتمد ان هي تطلب اونلاين، وان يعني نغير ثقافه العريش. ما كانش برضو عندنا في العريش في بدايه ال 2019 و 2020 ان انت ممكن تمسك موبايلك وتطلب اي حاجه انت عايزها توصلك لغايه البيت. فاكيد واجهنا حاجات كتير صعبه، بس يعني الحمد لله نقدر نقول دلوقتي وصلنا لشكل احسن، والناس متفهمه الحاجات دي بقت، وبقى الثقافه متغيره هنا في العريش ان الناس بتطلب اونلاين من جوه العريش ومن بره العريش ومن بره مصر خالص يعني. بس العريش اتغيرت من اول ما بدانا طبعا لغايه دلوقتي، في تغير جذري كبير يعني. نادين، بس ده التطور الطبيعي مش كده؟ والتطور الطبيعي ان احنا فكره ان احنا نغير اصلا ثقافه منتشره لفكره ان انت لازم تنزل تنقي الحاجه بنفسك، لازم تشوفها ولازم تتاكد، وانت برضو ما عندكش ثقه عشان احنا يعني مش عارف مين اللي جاي لك وجايب لك الحاجه وجايب لك ايه. ففكره ان انت تبني ثقه بينك وبين الناس دي كانت حاجه مهمه جدا وتفضل محافظ عليها كمان. فهي ده كان هدف اصلا من اهدافنا. نادين بتتكلم بطريقه بتخليني انا اللي ابدا بالنقطه اللي هي بقى اخر حاجه قالتها، يعني تمام. بناء الثقه. انا اعتقد بناء الثقه عنصر مهم جدا في النجاح، انت رايك ايه؟ وطبعا ده مش عنصر مهم، ده اهم عنصر، الثقه بينك وبين العميل. علشان كده احنا لما بدانا الحاجه دي باهالينا جوه العريش. اللي هو انا لو هروح اودي حاجه لوالدتي، هل هتبقى قابله ان هي تاخدها وان هي مبسوطه منها ولا لا؟ فاحنا بنتعامل مع العميل ان هو حد من اهالينا، واحنا فعلا احنا هنا في العريش هنا يعتبر كل اللي في العريش دول اهالينا، زي متعارف على العادات والتقاليد بتاعت العريش بتاعتنا. طب ايه الخدمات الحاليه اللي احنا بنقدمها؟ وخلينا نفتح مع بعض الابليكيشن. دلوقتي حاليا يعني الخدمات اللي موجوده جوه الابليكيشن، موجود عندك سوق، وموجود عندك مطاعم، وموجود عندك خدمه في ايدك. لو محتاج اي حاجه جوه العريش من اي حد مش موجود عندنا جوه الابليكيشن وحابب تجيب حاجه من عنده بره، احنا برضو بنوصلها لك. في عمر معين يقدر يفتح الابليكيشن ولا احنا مفتوحين لكل الاعمار؟ يعني ممكن طفل صغير يختار لعبه، حد شاب يختار حاجه، كتاب يختار، منتج، سلعه. و- الكبار ممكن يختاروا حاجات تانية.
بتراعوا التدرج في اذواق المستهلكين؟ طبعا دلوقتي مع التغير اللي احنا فيه، دلوقتي الطفل الصغير بيمسك الموبايل، ممكن ينزل عليه لعبه، وممكن الاطفال الصغير دلوقتي والجيل اللي طالع غير الجيل بتاع زمان، واحنا ده يعتبر الجيل اللي بنخاطبه دلوقتي. احنا يعتبر يعني انتوا ما بتخاطبوش الجيل بتاعي؟ اكيد احنا بنخاطب كل الاجيال، بس يعني دلوقتي الجيل بتاع حضرتك ما بيستخدمش الموبايل زي الجيل اللي طالع دلوقتي ممكن الطفل يفتح الموبايل، يطلب الابليكيشن، يطلب منه حلويات، ممكن يطلب منه لعبه، ممكن يطلب منه اي حاجه هو محتاجها، سهل جدا انه يفتح الابليكيشن ويتعامل عليه. انا منحاز لنفسي، انا بقى عندي ضيوف وابقى محتاج ان انا ما عنديش حد يقدر يخدم بشكل كبير، فابقى محتاج اتصل بيكم كابليكيشن وتجيبوا لي كل المنتج اللي انا عايزه. طبعا ده يبقى انا المفروض ان انا بخاطب كل الاجيال. طبعا احنا اكيد كده كده بنخاطب كل الاجيال. انا بس بوصل لك نقطه ان الطفل الصغير دلوقتي بقى ما شاء الله، يعني الاجيال اللي طالعه دلوقتي بتستعمل الموبايل عن الاجيال الكبيره. مش معنى كده ان احنا لا، حضرتك انت لو جالك ضيف او عايز تطلب اي حاجه، اكيد انت مجرد احنا اصلا الابلكيشن بتاعنا ان احنا بنخدم حضرتك، نوصل لك الحاجه دي لغايه عندك. فاكيد لما انت يبقى عندك موقف زي ده طارئ، او يدخل لك ضيوف عندك مره واحده، فده يعني اسهل حاجه ليك او اسهل حل ليك انك تفتح الموبايل وتطلب اي حاجه انت عايزها توصل لك لغايه عندك. عندي احتياجات كمان من الابليكيشن، وانا دلوقتي كمان بعرف اقعد على الموبايل والله، وانا مرتبط كده كده، مش عشان انا بسجل معاكم، انا مرتبط بابليكيشن في ايدك من زمان ودايما بطلب منكم ومقدر جدا خدماتكم. لازم الفئه دي تبقى موجوده معاكم. هو كل الفئات موجوده معانا، وكله متاح، اي حد ماسك موبايل متاح انه يفتح الابليكيشن ويطلب منا. ويعني احنا بالنسبه لحضرتك او الناس الكبيره، احنا جات لنا فتره من سنه من السنين كنا عاملين عرض كامل لمده 3 4 شهور، بنوصل مجاني مش هقول كبار السن، بس اي حد كبير في السن قاعد احنا كنا بنوصل له الاوردر مجاني. هنتكلم على عروض شويه هنتكلم عليها. احنا في احدى البقاع السحريه في مدينه العريش، اللي احنا قدام البحر مباشره، وشايف مجموعه كبيره من الاطفال بيلعبوا. بصراحه العريش يعني منطقه سياحيه ومنطقه ساحليه بتقدم ابداع. يعني احنا البيئه نفسها يا نادين بتساعدنا جدا على ان احنا نبقى مبدعين. يعني احنا ما عندناش تلوث ولا عندناش حاجه، فيبقى عندنا فرصه ان احنا نبقى مبدعين. احنا عندنا جو منافسه كمان مش كده؟ ازاي بتقدروا تواجهوا المنافسه وتبقوا رقم كبير او رقم واحد؟ انت لا تقولي ازاي تقدروا تبقوا رقم كبير في وسط جو من المنافسات اللي ممكن تبقى صعبه شويه. هو الموضوع شويه بيحتاج دراسه، انك تشوف المنافسين بتوعك بداوا منين. احنا في، يعني مع احترامي طبعا لكل الناس، بس انت لما بتبدا حاجه بتبدا من النقطه اللي انتهى او اللي وصل عندها الشخص اللي قبلك. احنا مش بنخترع، هو في الاول وفي الاخر انت حد بتقدم خدمه لازم تقدمها بطريقه كويسه. فاحنا اللي عايزين نحافظ عليه بعد دراسه المنافسين، وبعد ما نشوف هم الخدمات اللي بيقدموها بكواليتي شكلها عامل ازاي، فنفضل احنا برضو محافظين على الكواليتي بتاعتنا. نفضل احنا نحاول ان احنا نعمل حد عروض. يسال يعني ايه كواليتي؟ يعني ايه اللي يعني بتحافظي عليه عشان تبقي بالجوده ده؟ ماشي، الجوده حاجات كتير. اولا لما الاوردر يطلب، من قبل حتى لما الاوردر يطلب، انت بتفتح الابلكيشن لازم تلاقيه سريع، لازم تلاقيه عليه كل الحاجات اللي انت عايزها، لازم يقدم خدمات كتير. يعني غير اللي محمد قاله، احنا عندنا برضو صيدليات، عندنا كوزماتكس، عندنا فاشن، وعندنا اكسسوارز، يعني عندنا حاجات كتيره قوي، مش بس سوق ومطاعم لا، كذا حاجه. عندكم تواصل؟ عندنا تواصل. ده المهم مش عندنا. كده؟ ما هو بقول لحضرتك، من اول ما تفتح الابلكيشن تلاقي حاجتك موجوده كلها متوفره، الابلكيشن سهل وسريع والطلب عليه بسيط، انت كده حققت يمكن نسبه كبيره قوي من معادله النجاح. لو ما لقيتش حاجه هتتواصل، حد هيرد عليك بسرعه يحللك مشكلتك ويخليك راضي، دي برضو حاجه تانية. البروسيس بقى بتاعت الاوردر، ان الاوردر يلاقي العميل ان الاوردر بيتحرك بسرعه وبيوصل بسرعه، وفي متابعه كمان ما بعد البيع، فدي برضو حاجه مختلفه. يعني كل الحاجات دي بتخلينا نوصل ان احنا نبني مع العميل علاقه ان هو ما يسيبناش،
انتوا مريحيني، فانا مش هقدر ان انا اتخلى عنكم. بالظبط صح. مش قلت لك انا ديني انت بتجيبي لي بدايه الخيط اللي انا اسال محمد؟ طب الحمد انت لله. متفق معايا ولا متفق مع محمد؟ انا بدات ابقى مبسوط معاكم، وانا من البدايه مبسوط، بس احنا انا اتشرفنا بيك باشعر ان جدا. انا بقيت اقرب شويه شويه من ابلكيشن في واحنا ايدك. شرفنا بيك بس جدا بالتاكيد في معوقات وتحديات، احنا ما جيناش كده ونجحنا النجاح الكبير ده الا طبعا. بالتاكيد واجهنا تحديات. طبعا قول بعضها يعني. يعني بص، هو التحديات كتير جدا، والمشاكل اللي واجهتنا طبعا من اول ما بدانا كانت كتير جدا، بالنسبه للشبكات، بالنسبه لوضع البلد، بالنسبه للثقافه، بالنسبه لحاجات كتيره جدا. بس احنا عندنا ميزه حلوه في الابليكيشن، ان احنا كلنا يعتبر ايد واحده، مفيش حد بيعمل الشغل او مفيش حد عندنا مدير على الشغل، احنا كلنا تيم واحد، كلنا يعتبر بنشتغل زي التروس بتاعت المحركات بتاعت الساعات او بتاعت اي حاجه دي. فاحنا كلنا بنبقى جنب بعض او في ظهر بعض، لازم لو انا اخلص حاجه لازم اللي بعديه يخلصها، لازم اللي بعديه يخلصها، لازم يخلصها اللي بعديها برضه يخلصها، عشان نوصل في الاخر للحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها. الحقيقه كمان عايز اقول حاجه، ان عندكم دعايه بشكل مختلف، والنهارده احنا بنستخدم كل الاساليب اللي تقدر تقربنا من السوق كويس. تمام. بتعملوا استطلاعات راي، بتعملوا دراسه للسوق، بتعرفوا اذواق المستهلكين، بتعرفوا ايه الجديد. قولي لي يا نادين. هو ده لازم يحصل طبعا. فكره الترند، فكره ان في ناس كل هدفها انها تواجه الترند ده، حاجه برضو احنا لازم نعملها، لان احنا ما ينفعش نبقى مختلفين او متاخرين عن اللي بيحصل. حاجه حصلت لازم نبقى عارفين اهتمامات الناس، لازم نبقى عارفين ايه اللي حاصل ونقدر نقدمه كمان بطريقه كويسه. حتى اسلوب الدعايه برضو تطور معانا بشكل كبير قوي من 2020 لحد النهارده. يعني ما كناش مثلا بنعمل بودكاست يعني دي حاجه ما كانتش مثلا بتحصل. غير كده كان الموضوع مختلف من الاول، من ساعه ما بدانا فالاحتياجات بدات تعرفنا احنا هنعمل ايه. واحنا في الاخر بنمشي في الشارع وبنسال الناس، اه بنقول لهم انه ابلكيشن عامل، ابلكيشن في ايدك عامل ايه، مش كده؟ ده حقيقي. احنا في الاول الموضوع بدا معانا ان احنا نعمل بوست، ولو عندكم اي حاجه ارجعوا لنا، ولو عندكم مشاكل برضو ارجعوا لنا واحنا بمناسبه هنحلها. المشاكل، قول. قول حاجه بقى حصلت والله مشكله انا بس عايز وفاكرها اضيف حاجه صغيره بس للي قالته نادين، ان هو برضو احنا عندنا على الابلكيشن اوريدي، انت بعد ما بتطلب الطلب بتاعك قادر تدخل تقول رايك في الاكل كان بالظبط. ازاي، او الخضار كان ازاي، او اي حاجه مختلفه جات لك دي بتواجهها دي على طول. اوريدي انت من بعد ما بتتم الطلب ويوصل ليك، انت على الابلكيشن ليك الحريه انك تكتب كل حاجه انت عايزها. واحنا برضو اللي بيميزنا الحمد لله رب العالمين، غير ان في عندنا متابعه وعندنا اهتمام. اهم حاجه عندنا العميل، عشان العميل ده يعتبر حد زي ما بدايه الكلام ما بدانا، ان احنا بنتعامل هنا مع اهالينا، والزبون دايما على حق. والزبون طبعا اكيد دايما على حق. ما ده بس ده بيستتبع يقول ايه؟ في ناس من المنافسين ممكن يعملوا لكم مشكله. يعني بالنسبه للمنافسين، احنا الحمد لله رب العالمين بدانا 2020 اول ابلكيشن في شمال سيناء هنا، ولغايه 24 احنا شغالين. يعتبر بدات من اول 24 بدات المنافسين عندنا هنا في العريش تبدا ابلكيشنات تظهر، وبدات ابلكيشنات تؤدي خدمه حلوه، وبدات ابلكيشنات تشتغل عندنا. والعريش هنا يعني لو هيشتغل فيها 5 ابلكيشنات او 10 ابلكيشنات، العريش ما شاء الله فيها شباب جميل. ابقى محتاج ان انا اكون انا رقم، اكيد طبعا. يعني لو جه 10 ابقى انا هبقى عايز ابقى رقم واحد. انا الحمد لله ليه رقم واحد. انا مش هقول ان انا رقم واحد، لا قول، ليه ما تقولش؟ الناس اللي تقول ان احنا رقم واحد ولا لا، بس انا لا، بقول رقم واحد. ثقتك، احنا لسه بنتكلم على بناء الثقه. اكيد. ثقتي ان انا بقدم خدمه ذات جوده عاليه، وده فعلا ده انا حقيقي. بتكلم على ده. ده حقيقي. بالظبط، واحنا ده اللي بنتكلم عليه. بس الواحد ما بيعرفش برضه ساعات يقيم نفسه، بنحب نسمع اراء الناس هي اللي تقول لنا انتوا وصلتوا لايه في الابلكيشن. لا بس نادين تقول لنا، نادين انتم ما بتعرفوش تقيموا نفسكم. لا يعني احنا بنعرف نقيم نفسنا، بس ده بينا وبين نفسنا يعني. بالظبط. يعني برضو محمد قال نقطة ان احنا في الشغل تروس بنكمل بعض، ده على مستوى الشغل. غير على المستوى الانساني، ان احنا كمان مع بعض لما حد بيحصل له حاجة بيلاقي التانيين معاه، فدي حاجة مخلينا نقدر ان احنا نعرف ده عنده ظروف ايه، ده عنده مشاكل في ايه، ونقدر ان احنا نساعده ونقف جنبه. ده كمان بيخلينا نقدر ان احنا نقيم نفسنا في الشغل. واضافه صغيره معلش على قطع الكلام لنادين، احنا بنتعامل الابلكيشن ده كله ان احنا اللي جوه الابلكيشن ده محدش شغال
معانا، ما حدش شغال يعني في الابلكيشن، احنا كلنا شغال مع مع بعض بعض. اهل. مم. بعيدا عن يعني احنا بنعتبر، انا بالنسبه لي كمحمد من 2020 لغايه 25 انا كسبت صحاب جوه الابلكيشن، مش ناس شغاله معايا، كسبت اهل، كسبت صداقه، كسبت ناس يعني مش عارف اقول لك ايه، يعتبروا جزء من العيله دلوقتي. واحنا بنتعامل جوه الابلكيشن، احنا كلنا كل شغال جوه الابلكيشن ده احنا شغالين مع بعض، محدش شغال عند التاني، احنا كلنا تيم واحد، احنا كلنا اخوه مع بعضينا، احنا على الجانب الشخصي حلوين جدا مع بعض، واحنا على جانب الشغل احنا بنشتغل. اتفاجئت ان من عناصر النجاح الاساسيه الابلكيشن في ايدك انهم مش فريق عمل بس، هم مش حابين يقولوها. فوجئت ان انت عندك كام سهم وانا عندي كام سهم، يعني هم شركاء حقيقيين. بالظبط. النجاح الحقيقي انك انت تبدا يبقى فيه ليدر، وبعدين الليدر ده لما ينجح يقول النجاح ده لازم يستفيد منه اقرب الناس اللي تعبوا معانا. وانا النهارده انا حاسس ان الفريق ده لا مختلف تماما. فريق ابلكيشن في ايدك فريق مختلف. نادين، مختلفين في ايه؟ بص، مختلفين في حاجات كتيرة قوي. اولا احنا ما عندناش نظام العزلة، لا احنا كلنا لازم نبقى عارفين مين بيعمل ايه في الشغل ومين عنده ايه في حياته. وده اللي انا كنت النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها قبل سؤال حضرتك. ما فيش عزلة، كلنا عارفين لازم ايه اللي بيحصل، لازم انت شغلك عامل ازاي. ان العزلة بتخلي كل واحد كانه بيشتغل في جزر منفصلة. في الاخر انت بتعمل حلو جدا، بس مين اللي بيكمل وراك، مين اللي بيتابع؟ فكرة المتابعة دي هي اللي بتخلي الموضوع مختلف. والاضافه برضو اللي عايز لا اضيفها. محمد بيضيف، بس انا عايز اسالك قبل ما اتفضل تضيف. اتفضل انا معاك. بالتاكيد ان النجاح بيغري بالنجاح، تمام مش كده؟ تمام. يعني احنا عايزين نطور من نفسنا، احنا ناجحين وعندنا نسبه عملاء بتزيد كل شويه، الحمد تمام. لله. المنحنى بيزيد، الحمد لله لكن رب العالمين. هنتوقف؟ الحمد بالتاكيد لله. لا. هنفتح في مكان تاني؟ اكيد احنا يعني بدانا من 3 شهور في اسماعيليه، وحاليا في المطريه الكبرى، وان شاء الله حي العاشر في اخر الاسبوع ده ان شاء الله هيبقى طالع لايف باذن الله رب العالمين. مش هنلاقيكم في دبي مثلا؟ يعني احنا والله نفسنا، وده اللي احنا الحلم اللي انا وشركاتي بدانا فيه في الاول، ان احنا عايزين نطلع بره مصر. بره مصر. يعني وده الفكر بتاعنا، ان احنا عاملين اصلا الابلكيشن بتاعنا يقدر يشتغل في اي حته بره مصر. مهم. فيعني متطلعين باذن الله ان احنا نبقى قريب بره. على الجانب الاخر من البحر الموجه بتجري ورا الموجه. اوروبا متطوره عننا، بس هم بداوا ازاي؟ اكيد بداوا زي ما بدا ابلكيشن في ايدك، بيبداوا خطوه خطوه، بس يبقى عندهم جديه والتزام، عندهم تقدير لموقف، عندهم مجموعه كبيره من نقاط القوه بيحافظوا عليها، عندهم مجموعه كبيره من نقاط الضعف بيعالجوها، عندهم تحديات عارفينها، عارفين سوق المنافسه جدا. في النهايه كانت جمله عبقريه لما قال محمد احنا بنتعامل مع اهالينا. مهم. بالتاكيد ده بيدي كمان عنصر كبير للنجاح، ان لما تشعري بابتسامه او كلمه شكرا من عميل، واكيد انتوا سمعتوها كتير. حقيقي الحمد لله. يعني فكره ان انت حد يبقى محتاج حاجه وانت تأديها له فيرجع يبقى مبسوط ويقول لك شكرا، ده بالنسبه لنا حاجه مهمه قوي. يعني اليوم اللي بتحصل فيه المشكله ولازم تتحل، هو لازم نتابع المشكله نوصل لحد فين ونوصل في الاخر لرضا العميل. وبرده زي ما قلت لحضرتك موضوع التقييمات احنا بدأنا فيها. زي ما قلت لك كنا منزلين بوست، لو حد عنده مشكله ارجع لنا، لو حد عنده اي حاجه اي استفسار يرجع لنا. بدأت الناس تقول لنا كان في كذا كذا، لا ارجعوا. بدأنا بعد كده نبعت مسج تلقائيه بتوصل بعد كل اوردر، طب انتوا الاوردر كان تمام، كل حاجه تمام، لغايه ما بدأنا ان احنا، او يعني ده حاجه كنت انا بصراحه بعملها، ان انا اكلم العميل بعد كل اوردر اقول له الاوردر كان تمام، طيب كان في مشكله، طيب ده حصل ايه، وافهم واخد منه مين اللي feedback. بيتواصل مع العميل؟ انتوا عندكم حد معين احنا هو اللي عندنا بيتواصل تيم. ولا يعني ما بتأهلوش حد وبتخضعوا له التدريب؟ كيف يعني انت عارفه التواصل مهاره من المهارات اللي محتاجه تدريب يا محمد انتوا بتتدربوا بقى طالما احنا وصلنا والله للتدريب؟ يعني احنا بص، هو احنا لما بدأنا الابليكيشن طبعا يعني ما كانش عندنا الخبرات الكافية، ولا عندنا الاداءات العالية، كان ولا الادوات الكافيه بالظبط. وكنا بادئين لسه يعني طبعا عندنا شوية معلومات،
مع سنه ورا سنه ورا سنه الحمد لله رب العالمين بقى عندنا تيم جميل جدا في كل حاجه، في السوشيال ميديا، في الحسابات، في خدمه العملاء، في الاوبريشن والتشغيل. الحمد لله رب العالمين. طبعا اكيد البدايات غير دلوقتي، يعني احنا كل سنه بنطور وبنشوف فين عيوبنا، بنحاول نعديها وبنحاول نشوف الحلول فين بتاعتها، والحمد لله يعني واصلين لمرحله احنا راضيين على نفسنا فيها. بالتاكيد ابلكيشن في ايدك بيدرس السوق، بيدرس احتياجات المجتمع، بي يعني بيحاول بقدر الامكان انه يقدم خدمه جديده كل يوم. انا ممكن اتعامل مع سوبر ماركت معين ما اشعرش ان هو بيقدم خدمه كامله، اروح جايب سوبر ماركت جديد معاه تاني. في محل فتح جديد اشجعه واسنده باعتباره مشروع جديد واقدم له كمان خدمات. يعني انا بقدم خدمه مش للعميل بس، لاي حد من الشباب. التعامل دايما مع اهلنا بيدي فرص اكبر. نادين، ايه اللي مره ايه الحاجه اللي مره زعلتك وقلت انا ممكن ما اكملش؟ ده سؤال يعني مفاجئ. مش قصة مفاجأة قد ما يعني الحاجات اللي زعلتني يعني بتبقى مشاكل في الشغل. بحس ان انا هل انا فعلا قادرة ان انا اقدم حاجة للشغل ولا لا. دي كانت اكتر حاجة بتستوقفني، مش حاجة في الشغل قد ما هي حاجة عندي انا. دايما كل فترة اقعد اقول انا عندي ايه اقدمه للشغل، فلو انا مش قادرة اقدم حاجة انا همشي. دي طب كانت خلاص اكتر سامحيني، حاجة بتضايقني خلاص سامحيني، كان المفروض اقول لك ايه الحاجه اللي فرحتك. الحاجة اللي فرحتني ممكن اقول لحضرتك اخر حاجة حصلت. يعني كان موقف، عميلة كانت طالبة اول مرة، اتصلت انا اشوف الاوردر كان فيه ايه وكنت حابة قولي لهم بقى الموقف كده. تمام. هو انا مش المفروض ان انا بتواصل مع الناس، بس انا دي حاجة حبيت اعملها في اليوم ده. وكان يعني انا ومحمد كنا متفقين. قال لي نادين لو سمحتي تواصلي معاها، فخلاص تمام. لقيت انها ضيفة اول مرة تيجي العريش، وبقت مبسوطة جدا ان حد تابع معاها. كان عندها مشكلة صغيرة حليناها، وما كانتش متخيلة ان في حد بيعمل ده. بدأت انها يعني حسيت ان انا وهي بقينا يعني مش عميلة وحد في بيزنس، بقينا حد زي صحاب. يعني المكالمة كانت بتتكلم معايا على حاجات شخصية وانا بتكلم معاها وبحكي لها. فالموضوع ده كان فرحني قوي، وده كنت فرحنا مبسوطة جدا قوي. برضو لما نادين تابعت معاها، عرفنا ان هي تاني مره كانت جايه العريش، وهي بتشتغل تبع حاجه في الدوله هنا، وكانت جايه من يومين علشان التكريمات اللي حاصله هنا للشهداء والكلام ده كله. فكان عندها مشكله صغيره جوه الابلكيشن، ولما نادين اتواصلت معاها فرحت واتبسطت جدا، واتبسطت ان هي كفكرها ان العريش دي، يعني اتبسطت لما لقت ان فعلا في ابلكيشن جوه العريش وفي ناس بتكلمها وفي فكر جديد هي ما كانتش متخيله ان هي ممكن تلاقيه في العريش. ومع ده برضو طلعت بالليل لايف واتكلمت عنا واتكلمت عن أيوة. الابلكيشن، واتكلمت قد ايه ان هي لقت يعني خبرات ولقت خدمه جديده، ولقت يعني ما توقعتش ان هي توصل العريش هنا تلاقي الابلكيشن وتلاقي التطور ده وتلاقي الناس بتكلمها وتلاقي ان في الخبرات دي. فدي برضو من الحاجات اللي لسه نادين بتقول لك ايه اكتر حاجه، يعني دي كانت لو لسه لو مالهاش 3 4 ايام. لو معاك شهاده تقدير هتكتب الاسم مين؟ لو كتبت له احمد فؤاد هتبقى يعني براحتك، بس بقول لك لو احمد فؤاد، احمد فؤاد ما بحبش ده تقريبا، انا اللي فهمته كده. يقول لك التيم ورك عندي في ايدك عندي اهم من الاسم. فعلا يعني انا لو هدي الشهاده دي، يعني احنا هديها ل هديها لاحمد فؤاد طبعا، هديها لمحمود قطامش، هديها لاحمد عزمي، وهديها لاستاذه نادين. آه، وفي حد بيشاور من بره بيقول مش لك هدي ولا اديني حد حاجه الشهاده. انا عايز اقول طبعا. لكم حاجه، انا اتمنى النهارده ان اكون برضا شديد جدا ان انا قدمت خدمه اضافيه في البودكاست. البودكاست ده لغه جديده بنتعامل من خلالها. بيبقى الحوار حوار بين اصدقاء، وانا صديقكم برغم فرق السن، ولا فرق السن بيفرق لا يعني؟ لا طبعا. لا ما والله ما شاء الله نتشرف عليك، ربنا بحضرتك. يخليك، واحنا الله اتشرفنا يخليك يا بيك رب. جدا لا شرف ليا. بصراحه، ومبسوطين جدا طب احنا وحاسين ان عايزين، احنا قاعدين مع يعني حد نفس جيلنا وحد بيتكلم معانا عادي، ويعني مبسوطين جدا، ونتمنى ان الموضوع ده يتكرر مع حضرتك ان شاء كتير الله. يعني. طب نعمل تنافس بيننا كده دلوقتي، يا اتفضل انا معاك. هيبقى مفاجاه شويه. يا اتفضل. مفاجأة كل فعلا. واحد فينا هيقول جمله تمام. يقدم فيها ابلكيشن في ايدك. اه
طيب انا هقول السلوجان بتاعنا في ايدك حل في لا ايدك. خلاص، ما انت لا، انا عايز الفكره. احنا قاعدين على البحر دلوقتي وافكار البحر بتبقى مختلفه شويه. يعني انا لو هقول كلمه هقول في ايدك بس. كفايه يعني. هي بص، في ايدك دي بتدل عن كل حاجه. هو فعلا يعني الاسم، انت لما بتقول لاي حد انا عايز حاجه في ايدك في ايدك في ايدك في ايدك، فيعني انا لو هقول كلمه هقول في ايدك بس، مش هقول فكرة اكتر من السلوجان ده كده. احنا اللي عاملينه، يعني انا وكان في معانا حد من التيم بس يعني قديم شويه. ده احنا عاملينه بينا وبين بعض، كنا 3 اشخاص قاعدين قررنا ان احنا نعمل سلوجان في ايدك حل في ايدك، فدي حاجه انا اوريدي انا مشاركه فيها. انا هقول الجمله في الاخر خالص قول. باعتبارها تختم بس. اتفضل. ايه العروض اللي ممكن تقدموها؟ العروض اللي بنقدمها احنا برضو عايز اعرفك حاجه صغيره على الابليكيشن. احنا يعتبر يعني ما بنزودش حاجه عن العميل غير اللي هي خدمه التوصيل. احنا بناخد نسبنا او بناخد مربحنا من المورد نفسه. فيعني العروض اللي جايه، احنا العروض اللي بناخد عروض من المورد نفسه. واوريدي احنا عملنا كتير عروض، عملنا توصيل مجاني لسه مالناش الشهر لا اللي انتوا فات. عملتوا توصيل للمساعيد ب 10 جنيه. بالظبط، اه. احنا لسه مالناش الكلام ده. الشهر اللي فات كله كان توصيل ب 10 جنيه. عملنا قبل كده توصيل مجاني، عملنا قبل كده مسابقات وطلعنا موبايلات للناس، عملنا كوبونات خصم كتير جدا لناس. يعني بالنسبه للعروض احنا كل يوم بنعمل عروض. لسه النهارده كان في 3 عروض. بالظبط. قولي لنا ثلاث منافذ قولي لنا مختلفة. رقم واحد ايه كان العرض؟ رقم واحد ايه؟ العرض رقم 1 كان المنافذ منفذ الدسوقي دواجن. رقم اتنين؟ المهندس دواجن المهندس. رقم ثلاثة؟ دواجن ابو عطيه. يعني اكل كله اكل. بس بالنسبه برضو للعروض احنا عاملين حاجه، بس دي سيستم بقى مش قصه عرض. انت اطلب من اي منفذ التوصيل هيبقى على اول اوردر، وبقيه الاوردرات 10 10 10. ده سيستم بقى مش قصه عرض، عشان برضو مش هدفنا ان احنا ناخد فلوس وبس، قد ما هدفنا ان احنا برضو نخدم. هشوف مرة ابلكيشن في ايدك عليه دعاية على باص خاص بيكم ان شاء الله رب قريب؟ العالمين، ده اللي بنقبل بيه ان شاء الله رب العالمين. ده اللي مطلعينه، تبقى مش على قد باص، تبقى على قد مصر كلها وبره مصر باذن الله. ابلكيشن في ايدك نجاحهم لفريق العمل. ابلكيشن في ايدك عشان هم مؤمنين جدا انهم عايزين ينجحوا فبينجحوا. هم بيقدموا رسائل في منتهى الاهميه. هم بيشعروا انهم بيقدموا خدمه لناسهم، لاهلهم، لجيرانهم، لقرايبهم، لاصحابهم، لاصدقائهم، لاحبائهم. هم عارفين ان النهارده لو نجحوا، النهارده بكره النجاح هيتضاعف، وبالتالي هيزيد عدد المستفيدين، وبالتالي هيزيد عدد العملاء. وانا النهارده بقدم بودكاست بشكل مختلف جدا. في ايدك حاجه مختلفه. انا بتمنى النهارده ودلوقتي حالا يا اللي شايفني او سامعني ومؤمن ان انا صادق في كلامي، افتح ابلكيشن في ايدك وبلاش النهارده تشارك، بس شوف هو فيه ايه وشوف انت محتاج فيه ايه. احنا النهارده لو البودكاست ده قدم مجرد او معلومات عن ابلكيشن في ايدك، بالتاكيد ان دي خطوه كمان متقدمه في النجاح. انا حابب اضيف بشكر حاجه لحضرتك بس قبل ما نقفل. انا ما قفلتش، عايز تقفل اقفل انت. الابلكيشن بتاعنا برضو عايز ابين برضو شويه خدمات بنقدمها للعميل وخدمات بنقدمها للمورد. المورد طبعا لما بيدخل معانا على الابلكيشن اكيد بيزود نسب الربح بتاعته، اكيد بيوصل له اخر الشهر مبيعات. هو اصلا يعني مش هقول لك من خلال الابلكيشن. وبخاطب اي مورد ان انت لو حابب تبقى معانا على الابلكيشن، اعتبر ان حضرتك بتفتح فرع تاني، بس بتفتح فرع تاني على النت. انت ولا حضرتك بتدفع له كهرباء ولا عماله ولا اي حاجه. وعندي انت المكسب منه كمورد ان انت بتيجي لك مبيعات اخر الشهر، يعني يعتبر من الابلكيشن. وبالنسبه للعميل احنا بنحاول على قد ما نقدر نوفر له كل حاجه جوه العريش تبقى على الابلكيشن. وبتمنى ان العريش كلها تبقى جوه الابلكيشن علشان نوفر السرعه ونوفر الحاجات اللي محتاجها العميل. وطبعا بنخلق فرص عمل لمناديب عندنا لناس جوه الابلكيشن شغاله وده اللي نقدر نقوله. ربنا يسامحك. كنت لسه اسال نادين، بتوفروا تقريبا كم فرصه عمل سواء للي بيوصلوا الخدمه من الى او فريق العمل بالنسبه لحضراتكم؟
بص احنا عندنا تيم توصيل يعني ما شاء الله، لا كتير يعني. التيم ده كل هدفه ان هو يوصل الاوردر بسرعه جدا للعميل، يروح ياخده من المنفذ يوصله للعميل بسرعه بدون بقى ما يحصل اي مشاكل او شكوى. يبقى محافظ على الطريقه اللي هو شايله بيها، بيطلعه للعميل. يعني لازم في كده شياكه في التعامل حتى بين المندوب والعميل، ودي حاجه احنا بنأكد عليها وبنحرص عليها مع المندوبين اللي هم تبع في ايد. انا هقول سؤال بعيد عن اتفضل. هم عايزين يسجلوه سجلوه. كنتوا قلقانين قبل الحوار؟ انا بالنسبه لي شويه. يعني انا طبعا كنت قلقان جدا، ويعني من المواقف القديمه جدا معانا كنا بنجهز للابليكيشن ولسه مش هنبدا. احمد فؤاد مره واحده يا محمد احنا بكره هنبدا. دي كانت اكتر لحظه في حياتي كلها، انا يعني ما شفتش توتر ولا شفت قلق قد اليوم ده. انا كل ما بيعدي كل سنه لازم افكر احمد بالموقف ده، اقول له يا احمد فاكر احنا كنا لسه بنبدا ان احنا بنجمع نفسينا، لقيتك تاني يوم انت بتقول لي احنا هنطلع لايف بكره. وده كان اكتر يوم كان قلق بالنسبه لي. الحدوته ما خلصتش ولا الحكايه هتخلص. دايما النجاح بيغرب النجاح، وقلنا ده في النهايه. احنا بنقدم ابلكيشن في ايدك مش لنفسنا ولا لاهلنا، لا احنا عندنا طموح اكبر من كده بكتير كمان. المجتمع كل يوم بيتغير والياته بتتغير، وبنعيش عصر سرعه، وبقت زوجتي او بنتي او مرات ابني ما هيش فاضيه في البيت طول الوقت. احنا لازم نوفر لها الخدمه دي وبسعر منافس وبسعر مناسب. في ايدك. حاول دلوقتي افتح الابليكيشن. وعايز اقول لك احنا واحنا بنسجل على البحر من احدى البقاع السحريه قدمنا لكم بودكاست من على شاطئ العريش، ومع محمد اهلا وسهلا بيك، ابو اتشرفت بيك شيتا. جدا، اتشرفت بيك جدا. محمد احمد عبد المجيد ابو شيتا. اتشرفت بيك مش جدا. كده؟ بالظبط انت جيت ونادين حواش. نادين سعده حواش. طب زي الفل، وانا سعيد جدا ان انا كنت معاكي. سعيد جدا كنت معاك. جدا بيك وما شاء الله عليك. ومن وراء الكواليس والكاميرات المخرج احمد سالم عابد. معانا كمان خالد، بشكرك جدا. معانا محمود، بشكر محمود. وكنت سعيد جدا النهارده بالتجربه دي. ده مش هيبقى جزء من التسجيل، بس انا عايز اقول شهاده يعني ان محدش بينجح لوحده. كل ما يبقى احنا كلنا مع بعض بنقدم وجبه دسمه. صح. يعني انت ممكن لو كل يوم عندك طبق تفاح حتى صح. ممكن تمل منه. صح طبعا. لكن احنا كده قدمنا مجموعه اطباق النهارده، وكنتوا انتوا عناصر ناجحه جدا في الحوار. بشكركم وبتمنى لابلكيشن في ايدك كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.